معاكم دكتور محمد محروس. في مثل قديم بيقول لو وقع بيت ابوك خد لك منه قالب. واللي انا شايفه ان المصريين بيتصارعوا على اخذ القوالب، بمعنى ان معظم الناس مش حاسين بحجم المأساة. فاللي بيشتري دولار ويخزن، واللي بيخبي سلعة تموينية بكميات كبيرة عشان تغلى، واللي بيلم دهب كسر وجنيهات مستني يغلوها، واللي بيلم خردة عشان يصدرها للصين، واللي مش بيبيع خام التصنيع عاوزها تغلى، واصحاب المصانع الكبيرة اللي عملوا افرع بره عشان تكون فلوسه في امان، واللي عاوز جنسية تانية بأي رقم، والاخت اللي مش بيشتري غير براندات والحاجة المصري لا. بجد انتوا ايه يا جدعان؟ البلد دي لو بعناها اعضاء زي ما بتعملوا مش هيبقى عندنا وطن. اقتصاد مصر بيقع واحنا بنكمل عليه بعدم انتمائنا. فيها ضخم في العالم كله. الدولة عندها مشاكل وفي سوء إدارة. احنا بجد في أزمة. لازم نفكر كويس احنا بنعمل ايه، والحساب مين. من غير تفكير القائمين على الدولة دول موظفين بشر، تخلق وتصيب. ليهم هدفين: اولا حمايه مقدراتهم، بمعنى ان انا موظف باخد اجر، عاوز اما اسيب الشغل لا ادخل السجن ولا اتحاكم، لان اللي حصل مع الرئيس الاسبق كان فزاعه لكل موظف، لاننا انساقنا ورا التشفي من غير التفكير في النتائج. وثانيا اعمل افضل اللي اقدر عليه طبقا لوجهه نظري والادوات اللي عندي، اللي حضرتك بتشوف جنب واحد منها بس. كل اللي بيحصل ده لصالح الأعداء. اقتصاد ضايع فيضربونا. ما هو مفيش جيش من غير اقتصاد. الحرب يعني فلوس. المهم عاوزين نطلب من الحكومة طلبات معينة مش صعبة، ونطلب من الناس طلبات سهلة، ونسعى اننا نساعد بعض عشان تعدي. خليك فاكر انك هنا في بلدك. بره انت مجرد ضيف بفلوسك، اول ما تخلص هيترمي بره. ده لو ما تاخدتش منك. الدولة ممكن تعمل مبادرة اسمها قوم يا مصر. الشخص اللي عنده مشروع الدولة تسهل له او تشاركه بنسبة، فترجع دراسة الجدوى وتعمل شراكة معاه، هي بالأرض والتراخيص والمرافق والتأمينات والضرائب والجمارك على أدوات الإنتاج، والشخص بالفلوس والإدارة بنسبة. وممكن زراعة الأراضي على الطرق الصحراوية اللي بتزيد عن 3 مليون فدان، عبارة عن حرم الطرق والجزر الوسطى للطرق اللي بتزيد عن 40,000 كيلو متر على طرق مصر، بأي محاصيل سواء شعير، فول، صويا، عباد شمس، ذرة، زيت. ده الأرض المعقولة الملوحة. إنما أراضي عالية الملوحة ممكن نزرعها بنجر أو برسيم حجازي أو بونيكام كأعلاف، وممكن نزرع تين شوكي في الأراضي قليلة المية، ولوف وبامبو وبوصة فرنجي على الصرف الصحي، بمعنى إن كلنا نشتغل وكلنا ننتج ونستغل كل شبر عشان نصدر أي حاجة غير الاكتئاب والشكوى. سيدنا يوسف عليه السلام طلب من شعب مصر التوقف عن الكلام وزراعة القمح عشان يواجهوا سنين العجاف. لازم نبطل نصدر الطاقة السلبية لنفسنا وننتج. وممكن قوي زراعة الجناين داخل المحافظات والمدن الجديدة، اللي مساحة المحافظة منها من 800 فدان ل 1600 فدان، مزروعة نباتات زينة ونجيلة بتستهلك عمالة ثابتة وكيماويات واسماد وميه بلا جدوى. ممكن المشاركه مع الشباب اللي عاوزين شغل او الايجار برقم مناسب مع ظروف الشباب، عشان نحل مشكلات الزيوت والاعلاف والعيش لكل محافظه من انتاجها. كمان الاراضي اللي داخل الكتل الزراعيه المتروكه او اللي بتتبور، الجمعيات الزراعيه تعمل انذار لاصحابها، وبعدين تتسحب ويتاجر زراعه بنص ايجار الفدان في المنطقه لحساب صاحب الارض بعد دفع الرسوم. وده هيخلي الناس تزرعها بدل ما تتاخد منها اداريا. مصر فيها 34 مليون طالب من ابتدائي للجامعه كل سنه. ممكن نعمل لهم مشروع تخرج سنوي كل سنه بزراعة شجرة مثمرة من نوع واحد، تفاح مثلا. مشروع تكلفته على الفرد مش هتزيد عن 200 جنيه، بس الموضوع هيعمل شعور بالانتماء، كون ليا ثمرة، واحنا مفتقدين ده جدا. كمان لو عندنا 30 مليون شجرة، اكننا زرعنا 2 مليون فدان سنويا.
الدولة كمان قامت باستيراد كمية من الرؤوس الماشية حوالي 150 ألف راس، فممكن المشاركة مع المزارعين عليها كتسمية أو تربية. هتوفر العمالة وهتوفر فرص عمل ل150 ألف أسرة، وهتفتح بيوت وهتوطد العلاقة، وهيبقى عندك 4 أضعاف الجيش في بيوتهم. ممكن كمان فرض ضرائب عينية عبارة عن تشغيل عمال بدل ضرائب مالية، بتعيين موظفين في كل مشروع بأجر شهري، الأمر اللي هيخلي صاحب العمل بيكبر شغله وحاسس إنه مش بيدفع حاجة. ونفتح أبواب رزق للناس، أو اللي يعمل مصنع ما يدفعش أي رسوم لمدة 10 سنين بشرط تشغيل عمالة، والناس تبطل تسود الخامات، ونحاول نصنعها بدل ما نخزن في دولار أو نحط ودائع ب 27%، وتفتح أبواب رزق وشغل ومكسب ليك. نيجي بقى لدور الجمعيات الأهلية اللي بتزيد عن 50 ألف جمعية في مصر، ملهاش نشاط غير جمع التبرعات للمحتاجين، في حين إن دورها تنموي مش موجود، اللي هو توفير وظائف بدل من تحويل الناس متسولين، والاشتراك في التدريب الحرفي، وتوفير عمل شريك منتج. كمان مش بمنطقي ان كل الناس بقت تشتغل بياعين لحساب الصين او بتركب تكاتك. طب فين الحرفيين؟ كلهم سابوا الحرف. فممكن نعمل كورسات ندرب فيها الناس على الحرف اللي مش موجودة، وورش تصنيع منتجات بسيطة، بحيث يكون كل 5 ورش مثلا بيطلعوا منتج متكامل. كمان ممكن نعمل حاجة اسمها البيع الإيجاري، إن إحنا نسلم الشباب اللي ينجح في الكورس ده ورشة بالتقسيط. لازم نفهم ونفهم الناس إن المواطن ليه دور في حل الأزمة، فطبعا ما يشتريش أي منتج مش مصري حتى لو المنتج وحش شوية، يشتريه ويعمل اعتراض عشان المصنع يحسن ويكبر بدل ما يقفل، في حين إننا بنجيب المستورد الرديء ونتقبله عادي جدا. الأكل اللي بيترمي في البيوت من بواقي تقشير الخضار أو العيش البايت أو الأكل البسيط، نعمل دعوة لتجميعه ونديه مزارع الفراخ ومزارع المواشي ياكلوا ليهم بدل ما هو بيترمي. ممكن هنا يتباع بسعر رخيص كمان، ونوفر للمزرعة علف محلي يرخص سعر الدواجن شوية. ومفيش مانع ان نرجع نربي طيور في البيوت على بواقي الاكل. صدقوني محتاجين نقف صف واحد مش لمصلحة حد. مش هي دي كل الحلول، في حلول كتير جدا في نظرية اسمها الإصلاح الاجتماعي من منطلق المصلحة الشخصية، ممكن نعممها عشان نساعد نفسنا. مطلوب بس نشوف إنها بلدنا ومحتاجة ده عشان أولادنا. ويا رب الناس تفهم، وربنا يحيي مصر والمصريين.